اتهام اللاعب الجزائري ريان شرقي بالخيانة من قبل مدربه الفرنسي فابيو غروسو وإبعاده عن المباراة مع أولمبيك مارسيليا، حيث أن فابيو غروسو كان يبحث عن مدة عن الجاسوس وسط اللاعبين الذي كان ينشر أخبار الفريق للاعب الدولي السابق جيروم روتان في برنامجه التلفزيوني. وكان اللاعب السابق للدياكا جيروم روتان قد أكد في وقت سابق أن أحد اللاعبين في بيت ليون كان يقول له أنه يتعامل مع أضعف مدرب في العالم. وكانت أولى قرارات مدرب الوال هي اتهام ريان شرقي بنقله المعلومات وإبعاده عن قائمته في مباراة الوام، وهو القرار الذي ينتظر أن يتواصل لمدة طويلة. ومعروف على إدارة ليون التعامل مع اللاعبين ذوي الأصول الجزائرية بعنصرية كبيرة، مثل ما سبق الحدث مع نذير بالحاج وحسام عوار.